يا جماعة الأكل في الكيس الحراري طلع حكاية وما بياخدش وقت خالص. جبت تسبيكة المحشي وهي سخنة ونزلت عليها بالرز والبهارات اللي هسيبها لكم بالمقادير في الكابشن. طب نزلتي بالرز ليه وهي سخنة؟ ده يبوش؟ لا لا خالص، ده هيتشربها وهيعتبر استوى نص سوا. وبعد ما بردت حطيت الخضرة بتاعتي عشان تفضل خضرة كده ولونها حلو. قلبت كل ده وبدأت بقى أحشي. عملت تشكيلة من الكوسة والبتنجان والفلفل، لو عندكم بصل كمان هيطلع تحفة. وجبت بقى الصينية بتاعتي حطيت فيها الكيس الحراري وحطيت طبقة من شرايح البصل، بطاطس، شرايح طماطم. عملت قاعدة زي ما بنعمل في الحلة بالظبط. ورصيت طبقة المحشي بتاعتي ورصوه رصة حلوة بقى عشان تقدموه زي ما هو. جبت المرقة زبطتها ولازم تبقى سخنة علشان ما تاخدش وقت على ما تغلي في الفرن. حطيتها على المحشي بتاعي وربطت الكيس ودخلتها على الفرن. تفتكروا أخدت وقت قد إيه جوه الفرن؟ هسيب لكم انتوا تقولولي في الكومنت. بعد ما استوت طلعتها على طول ورحت فاتحة الكيس الحراري وسبته يتهوى كده، ونزلت المرقة الزيادة كلها وزينته بدبس الرمان والرمان الحب وقدمته وهو لسه سخن يجنن.